بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ اليوم درسنا بطلب من البنات. هواي بنات طلبوا يقولون ما نعرف نقص شلون الدشداشة اللي يسمونها ايد ورجل. هذا عندنا قماش 2.5 متر. أول شي ابتدي أطبق القماش من الناحية اللي بيها الحاشية. لا تنسون الناحية هاي اللي بيها الحاشية، هاي حاشية وهاي حاشية. أطبقها، هذا أشوفه يكفيني إنه أطلع منه ردان. أجي أطبقها، أطلع معتها شبر وصبعين أو 4 أصابع حسب سمن البنية. هسه أنا عندي البنية اللي راح أفصل لها ضعيفة، شبر وصبع 3 أصابع، خلينا نقول حل وسط. كيف الواحد يعني حسب سمن البنية مثل ما قلت لكم. أجي أطلع الردن، فصلت الردن. من بعد ما أفصل الردن المتبقي أطبقه، وتأكدت قياسه من ناحية الطول. هو مدام عرض القماش هو 1.5 متر، من أطبقه فيكون زيادة عن اللازم، حتى لوش ما تكون البنية طويلة هو هذه القطعة راح تكفيها مدام أنا طلعت عرض الردن. طول الردن نبدي نقيسه من يم الحاشية حتى الباقي نقصه. 1 2 3، الباقي نخليه للكفة. فبهيج حالة تأكدنا إن إحنا طلعنا الردان. راح أبدي أقص الردان أفصله حتى أراويكم شلون تطلعون الإيد والرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي ما أوصيكم دائما ابدوا بسم الله الرحمن الرحيم، الله يوفقكم إن شاء الله ويطلعكم الخياط كلش حلو والزبونة ترضى عنه. فصلنا الردان. الردان بعد هي نفس الردانات اللي كل مرة إحنا نفصلها. ننزل 4 أصابع ونقص، نبدي نميل للخارج ونترك هنا حوالي 3-4 أصابع، ما نخليها مبوزة حتى ما تطلع مبوزة. بهالطريقة هاي خلصنا الردان. أنا عدة مرات شرحته بس هم شرحه لكم. هذا إذا رايدين لاستيك نترك هو نفسه، وإذا رايدين بوري تتركون 8 أصابع والباقي تقصوه. 8 أصابع والباقي تقصوه. هسه احنا رايدين بوري راح اقصه. ابدي بالبدايه حوالي شبر امشي عدل، ابدي اميل لحد ما انتهي بهاي الزاويه.